الجنوبي 3 وزراء اليوم على خلفية أزمة منطقة الريف المتواصلة منذ أكثر من عام. وفق مصادر رسمية منطقة الريف تشهد احتجاجات متواصلة منذ مقتل بائع سمك سحقا داخل حاوية للنفايات بعد محاولته استرداد بضاعته المصادرة من الشرطة فيما بات يعرف بحراك الريف. ومن الرباط ينضم إلينا الآن مدير مركز إسبريس للدراسات والإعلام أشرف طريبق. سيد أشرف، مساء الخير. كيف نفهم القرار الملكي بإقالة 3 وزراء على خلفية أزمة الريف تزامنا مع هذه الجلسة التي أجلت اليوم والتي ترافقت مع تظاهرات وأيضا تحولت قاعة المحكمة إلى حركة احتجاجية؟ كيف نفهم هذا القرار من جهة التوقيت ومن جهة المضمون؟ لا بد أن نفصل بين أمرين أساسيين. الأمر الأول هو المتابعة القضائية التي يخضع لها المحتجون سواء بمحاكم الحسيمة أو محكمة الدار البيضاء. هي تمر في أجواء معينة تخضع لاعتبارات معينة ما بين الدفاع والنيابة العامة، ويمكن القول على أنها تختلف من محاكمة إلى أخرى ومن جلسة إلى أخرى. والأمر الثاني وهو القرار الملكي الذي اتخذه هذا اليوم بخصوص إقالة بعض الوزراء. نحن نعرف أن هذا القرار يأتي تتويجا لمسار طويل جدا، يبتدئ منذ شهر يوليوز عندما قام الملك بتعيين لجنة من المفتشية العامة للمالية وكذلك من المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية من أجل التنقيب والبحث في اختلالات برنامج الحسيمة منارة المتوسط. هذا البرنامج الذي كان قد قام الملك بتدشينه لكنه تعرض لعدد من التوقفات ولم يتم بالشكل المطلوب، وفي هذه إشارة على أنه الملك لا يقبل تماما بأن تكون مثل هذه البرامج تخضع للابتزاز أو تخضع للاختلالات أو لا تخضع للعمل العشوائي الغير المنظم. وبالتالي يأتي هذا القرار في إطار معاقبة هؤلاء المسؤولين. القرار أشار إلى إقالة تقريبا خمس وزراء وكذلك. ولكن سيد أشرف، هل المشكلة بالفعل هي مشكلة وزراء؟ وكيف لا يمكننا الربط مع هذه المحاكمة لزعيم حراك الريف، الحراك المتواصل منذ أشهر في الريف المغربي منذ نحو عام، محاكمة قد تصل ربما العقوبة إلى سجن مؤبد أو ربما إلى إعدام، وهو فقط طالب بحقوق ربما توصف بالمشروعة للسكان؟ سيدتي، رغم كل السلبيات التي يمكن أن نلاحظها في إطار محاكمة المعتقلين على في إطار احتجاجات حراك الريف، إلا أنني متيقن من أن هذا المسلسل سينتهي بنهاية سعيدة. تتوقع أن يقوم الملك بالفعل بتلبية المطلب بالإعفاء عن الزرزفي؟ نعم أنا أتوقع ربما حتى لو كانت العقوبات قاسية بعض الشيء في مراحلها الابتدائية، لكني أتوقع مع استمرار مسلسل الحكومات المحاكمة في الاستئناف في المراحل الأخرى وكذلك في كل وقت أو آخر يمكننا أن ننتظر إشارة من العاهل الملكي بالعفو، لأنه لا ننسى أن هؤلاء فعلا يحتجون، ولكن يحتجون من أجل حقوق مدينتهم، من أجل النهوض بنهضتها. فلا يمكن أبدا أن يكون قرار إعفاء مسؤولين تورطوا بعدم تنفيذ مشاريع الحسيمة منارة المتوسط وأن نعاقب من يحتجوا، لأن لولا احتجاج هؤلاء لما تم لفت النظر إلى هذه الاختلالات المتواجدة. فهؤلاء يعود لهم دور كبير، نحييهم من هذا المنبر لكونهم هم من أثاروا هذه الإشكاليات، ولولاهم لم نكن فعلا ننزل هذا المبدأ الدستوري الذي ورد في دستور 2011 المتعلق برفض المسؤولية بالمحاسبة. في هذا القرار سيدتي ليس فقط إقالة هؤلاء، أولا فيه إقالة هؤلاء، ثانيا فيه إرسال رسالة على أن أداء الوزراء الذين لم يعودوا في هذه الحكومة كان أداؤهم سلبيا وأنهم لن يعينوا في مناصب أخرى. هناك أزيد من 14 مسؤول إداري سيقالون من مناصبهم ويمكن أن يتابعوا بسبب الإخلال بمهامهم. في هذه إشارات مهمة جدا للحكومة الحالية وللوزراء السابقين من أجل العمل على تنفيذ البرامج. فيما يتعلق دخلنا الوقت، أعتذر منك وأشكرك مدير مركز إسبريس للدراسات والإعلام، كنت معنا إذا من الرباط. تعهد اليمين المتطرف بإطلاق عصر جديد في ألمانيا أثر مشاركة كتلته للمرة الأولى في مجلس وزعيم هذا الحراك ناصر الزفزافي يمثل اليوم أمام محكمة استئناف الدار البيضاء، حيث أجل القاضي المحاكمة لنهاية الشهر
وبعد وقت قصير فقط من انطلاق الجلسة أثر تحول المحكمة إلى قاعة احتجاجات بعد أن رفع الزفزافي شرط النصر وهتف مع رفاقه الموت ولا المذلة. الزفزافي للتذكير يواجه اتهامات بالقتل والنهب والتخريب والتآمر على الدولة ومحاولة خلق حركة انفصالية في البلاد. في الوقت الذي كان القضاء المغربي يستمع إلى ناصر الزفزافي الذي يمثل ما يسمى بحرك الريف، تجمع هؤلاء المغاربة في الدار البيضاء للتعبير عن غضبهم من الحكومة وترديد هتافات منددة بالأوضاع الاجتماعية من جهة، ومن المحاكمة التي يخضع إليها الزفزافي ورفقائه من جهة أخرى. الزفزافي يواجه عقوبة قد تصل إلى الإعدام، ويواجه المتهمون الآخرون في ملف حرك الريف عقوبات بالسجن قد تتراوح بين 5 أعوام إلى 20 عاما. محامي الدفاع بدا متفائلا بعد الجلسة. طلبت من جلالة الملك العفو عن المعتقلين، لأن القانون يعطي للملك حق العفو عن المساجين في أي وقت دون انتظار أي حكم نهائي. كبرلماني طلبت من العدالة أن تنقل رسالتنا للملك بطلب العفو. وفي الوقت الذي ينتظر فيه البعض العفو الملكي، يقول آخرون إن السلطات لن تفي بوعودها. أنه إلى حدود اليوم هناك وعود على الورق من طرف الحكومة ومن طرف المسؤولين الذين ما فتئ يخرجون بتصريحات بين الفينة والأخرى على أن الحكومة ستولي اهتمام خاص للمدينة وبالتالي التجاوب مع مطالب الساكنة. جلسة محاكمة ناصر الزفزافي أوقفت بسبب الفوضى والعدد الكبير للحاضرين. الزفزافي مثول لأول مرة منذ اعتقاله أمام القاضي في جلسة علنية بعد أن أوقفته قوات الأمن في الحسيمة واتهمته بقيادة الحركة الاحتجاجية في الريف المغربي والتي بدأت العام الماضي.